كان الشرف اليوم الحضور لإشغال هذا اليوم التواصلي المنظم من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية لإعادة تشغيل الكفاءات الأنابيب حول موضوع التربية المالية. هذا الموضوع الذي هو موضوع مهم وموضوع آني يتعلق بجميع المعاملات البنكية أو التداول أو الصرف أو أشكال القروض أو أشكال كذلك حتى التحويلات أو المعاملات أو التداول. صراحة هذا الموضوع موضوع مهم، وسررنا بحضور مجموعة من الشباب المقاول وكذلك المستفيدين في هذه البرامج اللي متعلقة بالدعم. احنا بصراحة تلقينا إفادات، وكذلك رانا نلحوا وندعو جميع يعني الشباب كذلك المقاولين وحاملي أفكار المشاريع أو جميع يعني التجار أنهم يحاولوا يتفاعلوا ويحضروا هذه اللقاءات التواصلية من أجل الحصول على معلومات أكثر اللي تقدر تفيدهم في حياتهم العملية أو كذلك في جميع معاملاتهم، خاصة احنا في هذا في الواقع اليوم يتطلب يعني حمولة معرفية كبيرة يعني تفادي جميع يعني الصعوبات والإشكالات المتعلقة بهذه المعاملات البنكية وكذلك هذه الإكراهات المتعلقة بالقرصنة المالية أو غيرها. في المزاد العالمي وكتبع اليوم لقاء تحسيسي وتواصلي مع مجموعة من الشباب مقاولين المستقبل من تنظيم الزبون ديال واحد المؤسسة واحد الجولة كيديرها إلا وقع لهم مع خلاف المشكل هو كانت جولة في المؤسسة ديال شنو الطرق اللي خصو يدير من أجل زعما تقديم الشكاية ديالو؟ السمارة من أجل لقاء المقاول. أولا خصو يدير الشكاية ديالو في هذيك المؤسسة البنكية. المحتملين مستقبل الشباب المغرب فرض على جميع المؤسسات البنكية أن واحد المصلحة لمعالجة الشكايات. والمصالح لمعالجة الشكايات نطلب منهم يكونوا عندهم الكفاءات اللازمة باش يقدروا يفكوا المشاكل في جميع عملياتهم المالية. إذا أولا غادي ندفع الضرائب ديال الشكاية ديال المؤسسة، سواء غندفعوا يعني